أتحدى فضائية تستطيع أن تكفر باقي المسلمين من خلال النص القرآني، ولكنه أسأله يقول 1000 رواية أجيب لك أن من لا يعتقد بولاية أهل البيت فهو كافر أكبه الله على منخريه في نار جهنم. وهذا الذي يقوله المجلسي. المجلسي يقول من لا يقبل ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مو فقط كافر، مشرك مخلد في النار، مو أنه يدخل النار وبعد ذلك ماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فإذا قال كافر يحتمل بعدين شنو؟ الله يغفر له ويجي إلى الجنة. سمح سيد، في حالة تعارض دلالة الحديث مع دلالة أقول القرآن لا اعتبار به، مو أقول أسقطه عن الاعتبار. هذا أنا عندي القرآن حجة، أعرض الرواية على ماذا؟ على النص القرآني.